شاب مصري بسيط عنده شغف كبير بجراحة القلب، قدم رسالة الماجستير بتاعته لمشرفه في الكلية ومستني كلمة تشجعه. لكن المفاجأة إن التقرير جه صادم: هذا الطالب لا يصلح جراح. الجملة كانت كفيلة تكسر أي حلم، لكن هو منهزمش، ساب مصر وقرر يسافر إنجلترا. المثير بقى إنه مغيرش في الرسالة ولا كلمة وقدمها هناك زي ما هي، واللي كان مرفوض في مصر خد امتياز في بريطانيا، وبعدها حصل على الدكتوراه وبدأت رحلة نجاح غير عادية. السنين عدت، وفي يوم بنت الأستاذ المشرف اللي رفض رسالته تعبت واحتاجت عملية قلب مفتوح. خدها أبوها وسافر لإنجلترا يدور على دكتور كبير يعمل لها العملية، وبالصدفة وقع اختياره على جراح مشهور جدا هناك. الجراح استقبلهم باحترام شديد وجهز كل حاجة بنفسه، حتى انه دفع من جيبه الخاص مصاريف العملية والإقامة. العملية نجحت والأب وقف يشكر الدكتور على مجهوده، لكنه لاحظ حاجة غريبة. قال له: أنا ملاحظ إنك بتعاملني باحترام زيادة، هو في معرفة قديمة بينا؟ ابتسم الجراح وقال: أيوة يا دكتور، أنا كنت الطالب بتاعك زمان، وأنت كنت المشرف على رسالة الماجستير بتاعتي. الأب اتصدم وقال: أنا؟ مستحيل تكون ناقشت معايا رسالة الماجستير ومعرفكش. رد الجراح بهدوء: حضرتك كان تقديرك وقتها عني هذا الطالب لا يصلح جراح. الأستاذ وشه احمر من الخجل وما قدرش يمسك دموعه، حضن تلميذه وبكى وهو بيقول: سامحني يا ابني، أنا ظلمتك. لكن الشاب المصري بكل تواضع قال له: أبدا يا أستاذي، حضرتك حكمت باللي شفته وقتها، وأنا عمري ما هنسى فضلك عليا. وساعتها اتكشف السر للأستاذ وعرف إن الجراح اللي أنقذ حياة بنته مش أي جراح، ده كان الدكتور مجدي يعقوب، ابن الصعيد البسيط وأعظم جراح قلب في العالم.